لو انت رايح تتعاقد على شقة في الاسكان الحكومي مع بنك من البنوك، سواء الشقة دي اسكان اجتماعي محدود ومتوسط الدخل او اسكان متوسط اللي هو سكن مصر ودار مصر وجنة، ركز كويس جدا في الحسبة البنكية، لان انا لما عملت لك فيديو من يومين وبكلمك فيه عن طريقة الحساب، هو ليه عوامل كتيرة جدا علشان تقدر توصل للطريقة دي. فانا طالع معاك في الفيديو ده مخصوص علشان اكمل لك الحلقة بتاع الحسابات، وهكلمك عن اهم 3 نقاط لازم تفهمهم كويس جدا في الحسبة البنكية لشقق الاسكان. خليك معايا لاخر الفيديو هتستفيد كتير وما تروحش في حتة تانية. هاني الخميسي، كلام في المفيد. السلام عليكم اصدقائي واحبابي متابعي كلام في المفيد، اهلا ومرحبا بكم. الحلقه دي مخصوص علشان بس اوضح فيها بعض النقاط المبهمه في الحلقه اللي فاتت اللي بتتكلم عن طريقه حساب قسط شقق الاسكان. فانا كلمتك يا صديقي ان انت لما تروح البنك بيشوف سنك كام ومرتبك كام وبيقول لك انا هديك مبلغ قد كده. المبلغ اللي هيمولك بيه البنك ده هو مبلغ تقريبي لحالتك، بس مش هو حسبه القسط نفسها او حسبه الشقه نفسها، لان انا مش بحسب لك القسط. او لما قلت لك سيب لي في الكومنتات المرتب الخاص بيك وسنك علشان اقول لك المبلغ التقريبي اللي ينفع البنك يدولك كام، مش الهدف منها ان انا احسب لك الحسبه الفعليه بتاعتك بتاعت قسط الشقه وكمان المقدمه اللي هتكون مطلوبه منك عند التعاقد. لان احنا علشان نحسب الحسبه دي لازم نعرف كل التفاصيل، سنك الفعلي عند التعاقد كام، والدعم اللي نازل لك من الصندوق كام، وفئتك الوظيفيه ايه، والالتزامات الائتمانيه او التزامات القروض اللي عليك ايه، وعوامل كتيره جدا جدا هيدرسها البنك علشان يقدر يديك عرض من العروض. وانا قاصد هنا ان انا اقول لك النقطه الاولى في موضوع حسبه القسط اللي انا عملتها لك، ان انا بديك المبلغ اللي هيمولك بالبنك. يعني انت البنك مش هيديك مبلغ اكبر من كده، هو هيديك مثلا وليكن 100,000 جنيه او 200,000 جنيه او مثلا 300,000 او حتى مليون لو انت مرتبك كبير بقى. فالفكره هنا ان انت المبلغ اللي انت هتاخده ده هو المبلغ اللي انت هتقسطه للبنك قسط شهري، وهتكمل عليه باقي مبلغ المقدمة علشان تكمل بيه تمن الشقة. زي ما قلت لكم نفترض ان الشقة ب 300,000 والبنك هيديك كام؟ 200,000 جنيه. فانت هتحط 100,000 مقدمه فوق ال 200,000 اللي هيديها لك البنك، لان ال 200,000 دي هي الحاله بتاعتك مش هتسمح الا مثلا ب 200,000. فانت هيبقى مطلوب منك انك تحط 100,000، وال 100,000 دي قلناها بتيجي ازاي؟ من جديه الحجز والدفعات الربع سنويه والدعم اللي بينزل لك من الصندوق. فاحنا علشان احسب لك قسط شقه، علشان الناس كاتبه لي في التعليقات تحت الفيديو وبتقول لي احسب لي قسط الشقه كام، ما هو مش هينفع احسب لك قسط الشقه ومش هقدر برضه احسب لك قسط الشقه، لان الموضوع محتاج جهد كبير جدا وحسبه كبيره جدا جدا، فده صعب. انا اديتك المبلغ اللي هيمولك بالبنك علشان تعرف بصوره تقريبيه وما تبقاش متفاجئ لما تروح للبنك ايه المبلغ اللي البنك هيديهولك وهيبقى مطلوب منك كام عشان تكمل تمن الشقه. انت بقى من عوامل الحساب اللي انا وضحتها حاول تركبها على حالتك، والنقاط اللي انا اوضحها لك كمان شويه. اما بقى النقطه الثانيه والمهمه جدا جدا واللي انا عايز اوضحها لك عشان تفهمها في موضوع حسبه قسطك والمقدمه المطلوبه منك عند التعاقد لشقه من شقق الاسكان، مش معنى ان انا قلت لك ان البنك هيمولك بمبلغ قد كده يبقى فعلا البنك هيمولك بمبلغ قد كده. البنك مش هيمولك بالمبلغ ده الا لما يدرس حالتك فعليا، هيعمل لك حاجه اسمها دراسه ائتمانيه، وهيخش ملفك حاجه اسمها اداره مخاطر ائتمانيه علشان يشوفوا نسبه المخاطره في التعامل مع العميل ده ايه، وهل هو هيسدد ولا مش هيسدد، وهل هو ملتزم ولا مش ملتزم، وهل مرتبه اصلا يدي المبلغ ده ولا لا، هل هو عنده سابق التعامل مع البنوك ولا لا، هل هو عنده فيزا مشتريات ولا لا، هل عنده اي قسط بتاع اي سلعه او اي حاجه شاريها من اي شركه قسط زي مثلا شركات فاليو امان والحاجات دي، ولا ايه الفكره بالظبط. فلازم يدرس كل الحاجات دي ويعمل لك دراسه فعليه، وكمان يشوف نوع وظيفتك هل هي متماشيه مع انظمه وسياسه البنك ولا غير مستهدفه من البنك. لو درس كل الحاجات دي ولقاك ان انت متوافق مع البنك وشروطه ومرتبك يغطي وكل حاجه تمام، هيديك عرض من العروض اللي هو بقى يقول لك انت سنك قد كده ومرتبك قد كده، فانت ليك عندي مبلغ تمويل قد كده، وانت تكمل بقى عليه باقي تمن الشقه. تدفع انت المقدمه بقى، الفرق بين مبلغ التمويل والفرق بين تمن الشقه هو المبلغ اللي انت هتدفعه، واللي بيكون عباره عن جديه حجز ودفعات ربع سنويه وكمان الدعم اللي نازل لك من الصندوق. ولو انت سكن مصر ودار مصر وجنه او اسكان متوسط مش بينزل لك دعم من الصندوق، بيكون جديه الحجز بس، وباقي المقدمه اللي انت بتدفعها فوق جديه الحجز لما تيجي تتعاقد على الشقه.
والنقطة الثالثة والأخيرة في حلقة النهاردة واللي عايز أوضحها لك يا صديقي ولازم تركز فيها كويس جدا، إن مبلغ التمويل اللي أنا قلت لك عليه أو اللي هيديهولك البنك أو اللي حالتك تسمح بيه مش أنت هتستفيد بيه كله. يعني أنت مش هتاخد المبلغ كله وتستفيد بيه. وليكن مثلا أنت مقدم على شقة ب 300,000 جنيه مثلا يعني، أو شقة مثلا ب 200,000 وأنت سنك صغير ومرتبك مثلا 5000، فأنت كده معاك ما يقارب ال 400 أو 500,000 تاخدها من البنك. يعني حالتك مسموح لها بالمبلغ الكبير ده. بس الشقة اللي انت مقدم عليها بكام؟ ب 200,000 او ب 300,000. فهنا انا بديك مبلغ التمويل، يعني بقول لك ان انت تطمن، ممكن البنك ما يطلبش منك تاني مقدمة عند التعاقد وانت بتيجي تتعاقد، لان انت عندك مرتب وسنك يسمحوا انك تاخد مبلغ تمويل من البنك. فنيجي بقى نفترض ان المبلغ اللي هيدولك البنك وليكن يسمح لحد 400,000 جنيه، وانت الشقة اللي مقدم عليها بكام؟ ب 200,000 جنيه. فمعنى كده ان البنك هيديك 100% تمويل لثمن الشقة؟ لا يا صديقي، ده انت لازم تدفع حد ادنى 10% مقدمه. يعني حتى لو حالتك تسمح مع البنك انك تاخد 400,000، لا لازم تسدد من 200,000 جنيه اللي هي ثمن الشقه 10%. يعني لازم تدفع 20,000 جنيه اللي هي المقدمه، والبنك ممكن يمولك بكام؟ ب 180,000 جنيه، لان انت حالتك تسمح بمبلغ زي كده. وكذلك الامر في الاسكان المتوسط زي سكن مصر ودار مصر وجنة. لو انت مثلا هتاخد شقه بمليون جنيه، شقه بمليون جنيه، فلازم تدفع 15% حد ادنى كمقدمه، لازم تدفع 15% حد ادنى. ومثلا لو قلنا ان مرتبك وسنك يسمحوا انك تاخد تمويل من البنك مثلا لحد 1,100,000 جنيه، طب انت هنا مش هينفع تاخد ال1,100,000 لان الشقه اساسا بمليون جنيه، فانت هتدفع ال150,000 جنيه اللي هي 15% حد ادنى من ثمن الشقه، لان دي احكام مبادره التمويل العقاري، والبنك هيمولك بكام؟ ب 850,000 جنيه. فبالتالي المبلغ اللي انا بحطه لك في الكومنتات تحت الفيديو هو مبلغ التمويل المسموح لك في البنك، علشان تعرف هل انت كده الحمد لله في السيف سايد في المنطقه الامنه وهتاخد الشقه، وممكن ما يبقاش مطلوب منك مقدمه كبيره عند التعاقد، مع الالتزام طبعا بال10% حد ادنى لمحدود الدخل و15% حد ادنى متوسط دخل لو الشقه لحد 1,100,000 جنيه، وحد ادنى 20% كمتوسط دخل لو الشقه ب1,400,000، او لو انت داخل في شريحه ال8% متناقصه. وكده اكون وضحت لك فكره مبلغ التمويل اللي البنك ممكن يمولك بيه عباره عن ايه وايه فكرته. يعني انت حالتك تسمح بقد كده. ومثلا لو قلنا واحد البنك مش هيموله الا ب100,000 جنيه والشقه ب300,000، لك ان تتخيل الشقه ب300,000 والبنك انت حالتك مش هتسمح الا ب100,000، فانت محتاج 200,000 جنيه. طب ال200,000 جنيه دول هتجيبهم ازاي؟ انت دفعت جديه حجز ودفعات ربع سنويه ودعم هينزلك من الصندوق. نفترض ان الثلاثه دول عملوا 100,000، يبقى انت كمان البنك هيمول لك ب100 والدعم والدفعات والحاجات دي 100,000، فانت كده باقي لك 100,000. فساعتها هتعرف ان انت مطلوب منك عند التعاقد 100,000 جنيه. او ممكن البنك يسند معاك شويه ويديك قسط متزايد ويطلب منك وليكن 50,000 جنيه. فهي دي فكرتها. انا حبيت اديك المبلغ المناسب لحالتك علشان تبقى عارف انت فوق ولا تحت، وما تبقاش ماشي عشوائي في الحسبه البنكيه او تروح للبنك وانت متفاجئ وبعد كده تلاقي نفسك بتتراجع بقى وتخسر مصروفات اداريه علشان انت كده اللي تراجعت عن التخصيص، وهتخسر فلوس ساعتها وتقول يا ريتني انا كنت فاهم الموضوع بيمشي ازاي. واخيرا وليس اخيرا ومكمل معاكم ان شاء الله في ان انا هعرفكم مبلغ التمويل المناسب لحالتك ايه، المبلغ اللي مسموح لك من البنك بعد دراسه البنك الائتمانيه ليك وانه يوافق على الوظيفه بتاعتك وانك تمام ومتوافق مع شروط التمويل العقاري. اكتب لي في الكومنتات تحت الفيديو سنك ومرتبك كام. انا مش عايز الا سنك ومرتبك، وانا مش هحسب لك حسبه الشقه، ده انا بحسب لك البنك مسموح لك تاخد منه مبلغ لحد كام علشان تعرف نفسك انت في الامان ولا هتحتاج مبلغ كبير عند التعاقد. ولو انت في الامان اعرف انك هتدفع كده كده مقدمه اللي هي دفعتها بقى جديه حجز وهتكمل عليها شويه، اللي هي قلنا 10% حد ادنى او 15% او 20%، وكمان ممكن تزيد ل 30 و40% حسب دراسه البنك ليك، لان البنك بيدرس كل حاله على حده. وبس كده يا صديقي، دول الثلاث نقاط المهمين جدا اللي كنت حابب افهمهم لك او اوصلهم لك بخصوص حسبه البنك لقسط ومقدم شقق الاسكان الاجتماعي المحدود ومتوسط الدخل، وكمان شقق الاسكان الحكومي اللي هي متوسط دخل،
الدخل، سكن مصر ودار مصر وجنة. وتابعوني في الحلقات الجاية لأن هشرح لكم بقى تفاصيل حسابية لكل إعلان على حدة. همسك لكم إن شاء الله الإعلان ال 14 والإعلان ال 15، هشرح لك فيه منخفض الدخل ومتوسط الدخل، وكمان حسبة شقة 75 متر عشان الناس اللي مقدمة ب 75 متر. وإن شاء الله الإعلان ال 16 هو كمان هحسب لكم حساباته، الشقق اللي هي ب 197,000 واللي ب 207 وال 214 وال 310,000 في غرب المطار أكتوبر الجديدة. نقول لكم دمتم في رعاية الله وأمنه. ما تنسوش الشير للفيديو عشان تفيدوا الغير، واشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل منشوراتي أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.